أهلا بكم في الملكي مع مينا. نادي الزمالك بيهدر الصدارة بشكل غريب جدا. الزمالك النهاردة كمية أخطاء اتجمعت مع بعض عشان الزمالك يخسر 2-1. الزمالك كسكواد ممتاز جدا، مدير فني أنا شايف إنه معقول كويس، مش واو بس كويس. أنا متهيألي لو فيريرا الكبير كان ماسك الفرقة دي كان حقق 15 بونت في أول 5 ماتشات للأمانة يعني. يانيك فيريرا انا مش قادر التمس له العذر برضو قوي، لان المدير الفني ده طول مع الزمالك، يعني لعب 5 لقاءات رسميين بالاضافه الى اللقاءات الوديه، وفي كانت فتره تحضيريه كامله في معسكر مغلق، فانت خدت فرصتك كامله انك تتعرف على اللعيبه. هتكلم على اخطاء يانيك فيريرا هتكلم على اخطاء اللاعبين بالترتيب. اولا يانيك فيريرا اخطا في التشكيل الاساسي للقاء، لانه التشكيل كله كويس ما عدا مركز 6. مركز 6 انت لعبت بلاعب زي سيف فاروق جعفر. اولا سيف فاروق جعفر لاعب مش بيلعب في مركز 6، وانت عايز حد هنا يبقى على المستوى الدفاعي قوي، فالافضل انك كنت تلعب بصلاح الدين مصدق اللي انت اخترعت له المركز ده. يعني انت اللي لعبت اول واحد يلعب صلاح مصدق في مركز 6 هو يانيك فيريرا، واللاعب ادى بشكل كويس جدا وقفل بشكل كويس جدا في الماتشات اللي فاتت، فبالاولى كنت تلعبه في المركز ده. لان ببساطه سيف فاروق جعفر بيلعب في مركز 8 وبيلعبه وحش، لان ما بيقدرش يدوس على الكوره بشكل كويس، ما بيقدرش يحتفظ بالكوره بشكل كويس، على مستوى الترقيص مش عالي، وساعات تحسه بيسرح، مش حاسس بان عليه ضغط، مش حاسس بمكانه فين في الملعب. فانا من وجهه نظري سيف فاروق جعفر لا يليق بانه يلعب حتى 8 في الزمالك. وانا استغربت جدا ان نادي الزمالك رجع اللاعب ده، وخصوصا انه كان من ناشئين الزمالك، والزمالك كان في وقت محتاجه وكان بيتفاوض معاه وفضل انه يلعب ببيراميدز، فانت كنت بتفضل انك تلعب في بيراميدز. ايه اللي يخلي اداره الزمالك تجيبه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، اداره الزمالك جابته خلاص، وهو حاليا لاعب في نادي الزمالك. يانيك فريرا كان لازم يركز في ان اللاعب ده ما يصلحش خالص لمركز 6. هو في مركز 8 لازم تديله توجيهات وتعليمات عشان يلعب بشكل كويس، لانه حاليا ولا يصلح 6 ولا يصلح 8. رقم واحد، يانيك فريرا من وجهة نظري اخطأ بشكل كبير جدا في المجموعة اللي تم استبعادها. انت استبعدت لاعب زي عبد الحميد معالي، لاعب ممتاز ولاعب على مستوى الجناح بديل قوي. انت بتستبعد عبد الحميد معالي وجايب ايشو يلعب ليه؟ ايشو كل المدربين الفنيين اللي ادوا له فرصه واللي كانوا بيتابعوه عن طريق التدريبات ما ادولوش فرصه انه يلعب في الزمالك، ولاعب فقير فنيا ولازم يطلع اعاره او يطلع بيع والزمالك يستفيد منه، لان مش معقول كل الاجهزه الفنيه السابقه دي ظلمت اللاعب ده. هو اللاعب ده ظالم نفسه، تكوينه ضعيف على مستوى المهاري، معقول مش واو بس كويس، ولكن على مستوى التأثير الهجومي يعني انا ما اعتقدش ان ايشو في كل الماتشات اللي لعبها مع الزمالك مثلا جاب 10 تجوان. ما اعتقدش الموضوع، يعني متهيألي ما جابش 5 تجوان. فانت لاعب زي كده عشان تحطه في التشكيل معنى كده انه احسن من عبد الحميد معالي. عبد الحميد معالي في اول لقاء كان من ضمن اللعيبه اللي شالت الفرقه، فانا اعتقد ان هو كان لازم يبقى موجود، او كان لازم يبقى موجود احمد شريف لو انت هتبتدي تديله فرصه، على الرغم ان هو ما كانش كويس اول الماتش اللي فات، ولكن انت عايز يبقى عندك لاعب جوكر تقدر تحطه في مركز الجناح، وممكن عايز تحطه في مركز المهاجم. كمان عمرو ناصر النهارده، انت ليه ما حطيتش عمرو ناصر في الفرقه معاك؟ والمفروض انك انت داخل تهاجم وتحاول تخلص اللقاء من بدري. فعلامات استفهام كبيره جدا انا مش فاهمها في التشكيل الاساسي بلعب رقم 6. لاعب ما يجيتش اللعب في المكان ده، ولا حتى في آه، الاختيارات بتاعه الدكه، ان المفروض تخلي بدلاء هجوميين كتير عندك تقدر ترجع بيهم في النتيجه لو تاخرت في النتيجه. لكن انت لعبت بعدي الدباغ، اللاعب بيحاول يلعب على قد ما يقدر، ولكن يعني اللعب الهجومي للزمالك برضه بصراحه مش قوي، فاللاعب بيضغط كويس. النهارده تسبب في ان اللاعب يغلط وناصر ماهر يحط جون. ولكن لما جيت نتيجه 1-1 انت مطلع عدي الدباغ، منزل ناصر ماهر، حتى ما عندكش امكانيه انك تنزل لاعب جناح هجومي قوي زي مثلا احمد شريف، او تلعب باثنين مهاجمين زي لما تحط عمرو ناصر معاه. فبصراحه علامه استفهام كبيره
في التشكيل الاساسي والبدلاء لنادي الزمالك. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الكابتن ناصر ماهر. ناصر ماهر الماتش اللي فات كان في كوره معاه اخوان بيزيرا والمفروض كانت تتلعب له بينيه، واللاعب كان هيحط جون ويخلص اللقاء ويحط الجون الثاني. وقلنا ان الزمالك لو كان استقبل هدف كنا هنقف كتير جدا عند اللعبه بتاعت ناصر ماهر. النهارده كوره لناصر ماهر بالكربون وجنبيه بنتاي، كوره جايه على شمال ناصر فمش قادر يشوطها بالشمال، خلاص زقها خليها تروح ل بنتايج اللي يقدر يحط جون ويخلص اللقاء 2-0 مع الزمالك. هتقتل اللقاء مع فرقه زي وادي دجله. انا مش فاهم ناصر ماهر هيفضل يلعب لنفسه لغايه امتى؟ يعني يا ناصر العب مع الفرقه، العب مع الفرقه. الكره الاولانيه انت احسن واحد في المكان اللي جات لك فيه الكوره، قطعتها بشكل كويس، والافضل انك انت كنت تكمل وتجيب جون، لعبتها بشكل كويس مفيش مشكله. لكن الكره الثانيه لو جايه لك على يمينك كنت هتحطها على طول، جات لك على شمالك صلحها لزميلك، خليه يحطها، خلي الزمالك يفوق يبقى 2-0 وبعدين اعملوا اللي انتوا عايزينه. كمان في الشوط الثاني اتفاجئت ان مفيش تبديل. صلاح الدين مصدق في مركز 6 ففضل وسط الملعب فاكك. نقطة استفهام كبيرة. نقطة الاستفهام الثانية، انت عايز تعمل يعني تسرع رتم اللقاء وتطلع ناصر ماهر اللاعب الغير موفق. عندك ادم كايد بيلعب في مركز الجناح وبيلعب في مركز 8. لو حطيت ادم كايد هيمين ناحيه شيكو بانزا وهيعملوا هما الاثنين جبهه ناريه، ودي فرصه كويسه كنت تجرب توليفه زي كده وتشوفها. لو ظبطت يبقى انت عندك خيار قوي جدا انك تلعب بادم كايد جنب شيكو بانزا ويعملوا هما الاثنين جبهه قويه، وتبقى عندك جبهه ثانيه من ناحيه اليمين باخوان بيزيرا مع عبد الله السعيد. ولكن النهارده رحت منزل لاعب ما حضرش معاك فتره الاعداد ولاعب عليه جدل كبير جدا فتوح. ولما لعب الماتش اللي فات لعب بشكل سيء جدا على الرغم انك انت بدات بيه اساسي، ولكن ما عملش اي مردود يذكر عشان النهارده احطه في مركز غير مركزه. طب يعني انت ازاي يبقى الاختيار الاول عندك في مركز 8 هو احمد فتوح؟ ما انت عندك ادم كان موجود، عندك احمد حمدي اللي راجع من الاصابه موجود عندك على الدكه، موجود. النتيجه 1-1، ادفع بيه، خليه هو يطلع كل اللي عنده ونشوف هل هنقدر نعتمد بيه على احمد حمدي في مركز 8 ولا الافضل انك تلعب بناصر ماهر ولا الافضل انك تلعب بادم كايد. لكن بتجيب لاعب باك شمال تحطه خط وسط ناحيه الشمال. الكلام ده كنا بنعمله لما ما كانش عندنا لعيبه، لكن حاليا عندك لعيبه واللاعب اللي انت بتعمل معاه الحركه دي مش فايق. يعني انا مش فاهم ازاي عمل الكره بالطريقه دي. وكمان هو كان غير موفق. الكره اللي جات اتلعبت ليه يعني من احمد فتوح اسيست للاعب وادي دجله، اللي عمل اللي كان المفروض يتعمل من ناصر ماهر. اللاعب لعب الكره لزميله وسحب مع حسام عبد المجيد، فحسام عبد المجيد شات الكره سوري سحب مع حسام عبد المجيد، فاللاعب بتاع وادي دجله شات الكوره لما اتصدت راحت لزميله اللي كان المفروض يشوط لو هو اناني وعايز يجيب جون في نادي الزمالك. لا، لما انكر يعني ذاته كده ولعب الكوره لزميله الكوره حبته وخدمته وجات له وهو فعلا اللي حط الجون. فانا مش فاهم الكوره بتاعت احمد فتوح دي تبقى ماشيه بالطريقه دي ازاي. نروح كمان للونش. الونش من احد ارجل اللعيبه ولاعب ما عندوش غلطات بصراحه الفتره اللي فاتت، والماتش اللي فات حط وشه في رجل اللاعب عشان يسبب له طرد، والنهارده عمل واحده زيها واللاعب كان واخد انذار بس الحكم يعني شاف ان ما فيهاش الخطوره الكبيره اللي تستدعي ان هو يطرد لاعب وادي دجله. في الكوره بتاعت ضربه الجزاء المفروض ان الكوره ضربه ركنيه لنادي الزمالك وفي مناوشات وانت مغلوب 2-1. المفروض انا عارف ان الونش كان متنرفز وكان عايز يجيب جون واللاعب كان غلس عليه، ولكن الونش لاعب دولي. كرة زي كده عقوبتها الطرد المباشر، وانت خدت طرد مباشر خسرت زمايلك انه يلعبوا 12 دقيقة منقوصين العدد لغاية ما طرد لاعب من وادي دجلة. دي اول خسارة. الخسارة الثانية احنا عندنا ماتش مع النادي المصري متصدر الدوري حاليا واقوى فرقة هجومية، فاحنا في امس حاجة الاثنين مساكين الاساسيين يبقوا موجودين. انت رحت خدمت وادي دجله النهارده في ان هم يلعبوا زياده لاعب على نادي الزمالك،
وخدمت المصري انك انت مش هتبقى موجود قدامهم. مش عارف الونش عمل كده ازاي في الكوره دي. غلطات من المدير الفني سواء في التشكيل الاساسي او في التبديل، غلطات من لعيبه مهمين من وجهه نظري زي الونش او زي فتوح اللي المفروض ان هو بينافس بنتائج على مركز الباك الشمال، ولكن النهارده لما لعب في قلب الملعب عمل كرة كوميدية. ناصر ماهر اللاعب اللي المفروض ان هو يشد الفرقة النهارده، أنانية كبيرة جدا من ناصر ماهر النهارده. كمان يعني الزمالك ما بيستغلش خالص الكرات الثابتة، لا الضربات الركنية بتتلعب جمل، ولا الضربات الحرة المباشرة بتتلعب جمل، ولا الأوتات بتتلعب مثلا أوتات طويلة جوه منطقة الجزاء عشان تعمل خطورة على الفرقة المنافسة. فما فيش أي جمل النهارده. الفرقة اللي قدامنا وادي دجلة بتلعب بالأوتات جوه منطقة الجزاء عشان يخلق فرصة. الضربات الركنية بتاعتهم بيبقى موقف واحد واثنين قدام محمد صبحي عشان يضايقه، عشان ما يطلعش يلعب الكرة بالبوكس ويستغل الكرة في أفضل استغلال ممكن. الزمالك المفروض ان المدير الفني بتاعه ما يبقاش قليل الحيله بالطريقه دي، يعني برضه ما فيش الابتكار في انك انت تعمل جمل. كمان انت عندك اتنين اجنحه مميزين جدا، شيكو بنزا سريع ومهاري، فالمفروض ان شيكو بنزا وبنتايج تديلهم حريه في ان هو يبقى في جبهه شغاله، وتحط معاهم ناصر ماهر، هما الثلاثه يقدروا يعملوا هجمه مرتبه، وتبقى في عرضيات شويه لعدي الدباغ اللاعب اللي على مستوى الرأسيات مميز جدا. ولكن يعني النهارده عدي الدباغ بيلعب يمكن ثالث او رابع ماتش، يمكن ما جاتلوش ثلاث اربع كور بالهيد في الاربع ماتشات، فاللاعب هيجيب جون ازاي يعني؟ انا مش عارف. لازم يبقى في اوفرات ملعوبه من ناحيه شيكو بنزا، ولو الهجمه من ناحيه شيكو بنزا لازم على طول خوان بيزيرا يبقى جوه منطقه الجزاء بتاعت الفريق المنافس، وعدي الدباغ جوه منطقه الجزاء، وعمر جابر يبقى على حدود منطقه الجزاء بالظبط زي ما حصل في الماتش اللي فات. والجمله اللي احنا اشدنا بيها وقلنا ان نادي الزمالك ابتدى يجمع لعب في ناحيه، وبعدين يبقى في ثلاثه جوه منطقه الجزاء من الناحيه الثانيه. النهارده ما شفناش حتى الجمله دي ان هي بتتلعب. الزمالك قدامه محطه كبيره جدا، النادي المصري بعد التوقف الدوري. الزمالك لازم يعيد حساباته بشكل كويس جدا. احنا الحمد لله في موقف كويس في الجدول، في المركز الثاني قدامنا النادي المصري. الماتش اللي جاي الزمالك كسب المصري هيرجع يتصدر الدوري وامره في ايده، ما عندناش مشكله. المشكله الكبيره الزمالك لو تعرض لخساره قدام النادي المصري هتبقى كارثه، لان النادي المصري هيفرق عن الزمالك 4 نقط، ونادي بيراميدز لو كسب هيجي يبقى فوق نادي الزمالك بنقطه، والنادي الاهلي لو كسب وكسب الماتش المؤجل يبقى فوق الزمالك بنقطه، وهندخل في دوامه احنا في غنى عنها. الزمالك لازم يعيد حساباته، ولازم يفكر ازاي يستغل الكرات الثابته بشكل كويس، ازاي يعنف اللعيبه بتاعته اللي بتلعب لنفسها زي ناصر ماهر انه يلعب بشكل جماعي، ازاي لازم اللعيبه تعتمد على الاثنين الاجنحه وكل واحد يبقى نجم في مكانه. يعني خوان بيزيرا هو افضل جناح يمين لنادي الزمالك، بلاش حس ان يبقى في بعض اللعيبه مش عايزه تباص الكوره لاخوان بيزيرا عشان ما يتنجمش. يا جماعه الخير، الفوز للزمالك كله. شيكو بنزا لما بيجيب جون للزمالك كله، خوان بيزيرا لما بيجيب جون للزمالك كله، ناصر ماهر لما بيجيب جون للزمالك كله. اللعيبه اللي بتجتهد وبتبان الجماهير بتشكرها. يعني احنا النهارده بننتقد ناصر ماهر على الرغم انه جاب جون، لانه ضيع جون على الزمالك كان هيقتل اللقاء. لازم الجهاز الفني لنادي الزمالك يعيد حساباته ويشوف الصفقات الجديده تتوظف ازاي بشكل كويس في الملعب، يختار التشكيل بشكل كويس، يختار البدلة بشكل كويس. الزمالك لازم يرجع بشكل قوي وبشكل شرس على المرمى زي ما كان بيلعب في الماتشين الثلاثة اللي فاتوا. أتمنى الزمالك يرجع لطريق الانتصارات مرة تانية. دمتم ملوك، شكرا جزيلا.